وباكد عليك تاني ان رقم الموبايل اللي متسجل باسمك ده مهم جدا. بعد كده هتحتاج ايميل، والافضل تعمل ايميل جديد على الجيميل وتكون عارف الباسورد بتاعه، عشان الباي بال هيبعت لك رمز تاكيد على الميل دوت وهتواصل معاك من خلال الميل ده. طب ايه بقى خطوات عمل حساب باي بال؟ اول حاجه من جوجل هتكتب باي بال، هتكتبها بالعربي او بالانجليزي مش هتفرق. هتختار www.paybal.com اللي هو اول اختيار. بعد كده تختار تسجيل الاشتراك، هتختار بيرسونال اكونت وتاكد ان البلد بتاعتك هي اللي موجوده. بالنسبه لي هختار ايجيبت. وبعد كده هعمل كونتينيو، وبعد كده هتحط رقم الموبايل، وبعد كده التالي هتملى البيانات دي، الايميل واسمك، ولازم يكون اسمك الحقيقي، وهتختار الجنسيه وهتكتب التاريخ الميلاد والعنوان، وهتعمل تشيك على اخر اتنين. عند التسوق عبر الباي بال هتختار البدء، هنا هتكتب ال 14 رقم اللي على ظهر الفيزا، وهتختار نوع البطاقه فيزا، وتاريخ انتهاء الصلاحيه هتلاقيه تحت ال 14 رقم، ورمز الحمايه هو الثلاث ارقام اللي تحت التاريخ. هل تريد حسابك على باي بال بدون حدود قصوى للانفاق او السحب؟ اكد بطاقتك، هتضغط عليها. هنا هيجي دور بقى ال 100 جنيه اللي حطيناها في الفيزا. هنا الباي بال هيتاكد من الفيزا بتتسحب منها ولا لا.